يعني بجد حركة مستفزة وغريبة جدا من أدمن صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم. انت ممكن تشوفها حاجة عادية، لكن هي مش حاجة عادية خالص. يعني انت لو قاصد ان انت تستفز الناس مش هتعمل كده. يعني ايه الفكرة من ان انت تسيب لعيبة المنتخب كلها وتروح تحط له صورة زيزو اللي هو اصلا عامل احتقان وتعصب بين الجمهورين الفترة الأخيرة بسبب انتقاله للأهلي؟ انت حاطط صورة زيزو وعارف كويس ان جمهور الزمالك غضبان من زيزو بسبب اللي عمله وبسبب انتقاله للأهلي والحاجات اللي طالعة الفترة الأخيرة ديت. انت لو قاصد تخلي الناس تهاجم مش هتعمل كده. بيدج الاتحاد المصري لكرة القدم سابت محمد صلاح وسابت مصطفى محمد وسابت مرموش وسابت اللعيبه المحترفين اللي بيلعبوا في الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي، تجاهلت كل النجوم دول واختارت زيزو ان هو يكون واجهه المباراه على صفحه الاتحاد المصري لكره القدم، وكأن مفيش نجوم في المنتخب غير زيزو. خلاص بقى زيزو دلوقتي هو نجم منتخب مصر وهو الواجهه اللي بتتحط صورته على الماتش. ما كان موجود في الزمالك ما كانش حد حتى يعني بيصور ودانه. هي خلاص يا اخي ضاقت بيك الدنيا قوي، ما لقيتش غير زيزو اللي هو تحط صورته على الغلاف. مش لاقي لها مبرر ومش لاقي لها اي منطق ان انت تعمل حاجه زي كده وان انت تستفز جمهور الزمالك، خصوصا انا زي ما قلت لك ان انت عارف ان في الفتره الاخيره ان اللاعب دوت عامل احتقان بين الجمهورين وان جمهور الزمالك غضبان منه وان مش من مصلحتك ان انت تضايق او تعصب جمهور الزمالك. مش لاقي لها اي منطق ولا اي مبرر ان انت تعمل حاجه زي كده. بصراحه ممكن ناس تانية تشوفها ان هي حاجه عاديه، لكن انا بقول لك هي مش حاجه عاديه خالص.